كعادتنا في برنامج تحريات نعرض عليكم وقائع وحيثيات جرائم أو تجاوزات تحصل في مجتمعنا، ودائما ما تنتهي بكشف كل خيوط بفضل حنكة المصالح المعنية الساهرة على متابعة كل صغيرة وكبيرة. لكن في عدد اليوم سوف نشاهد قضية من نوع خاص تأتيكم من ولاية تيارت، ستجعلنا كلنا نطرح سؤالا وجيها: هل يمكن للجاني أن يصير يوما ما ضحية؟ للجواب على هذا التساؤل ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج تحريات. التاريخ 20 من مارس 2020. المكان تيارت. تقدمت امرأة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمرت تبلغ عن اختفاء زوجها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي اختي. جيت نبلغ على اختفاء الزوج تاعي، راهو في 4 أيام ما بانش. عطينا بطاقة الهوية تاعك اختي. احترامات المساعد. ولك الاحترام. واحد المواطنة جات تبلغ على اختفاء الزوج تاعها عندها واحد 4 أيام. جيبها وتفضل مع عندي. مفهوم. تفضلي معايا اختي. مرحبا بك مدام، تفضلي شا عندك؟ يسلمك، عندي راجلي راه غايب، راه في شحال من يوم ما بانش. بالسياس اختي، بالسياس باش نفهموا عليك، غير بالسياس ونفهموا عليك، تفضلي. راه في 4 أيام ما بانش، عيطت كاع لافامي تاعو وكاع لصحابو، مكاش اللي عطاني حتى خبر. كيسموه الزوج نتاعك؟ اسمه عبد القادر. شحال قلتي لي عنده ما بانش؟ عنده 4 أيام. الاخت من فضلك الراجل تاعك شي يخدم؟ بزنس، يبيع ويشري في الوضع. النهار اللي خرج من الدار شا كان لابس؟ كان لابس تريكو بارا وسروال بلو. لكن عندك صورة من فضلك تقدر تنجمي تعطينا؟ تفضلي عطينا. شكرا. الأخت من فضلك الزوج نتاعك ما في حتى علامة خصوصية؟ وعنده علامة خصوصية، هو جاي ان بغا وعنده سني هذو قداميين طايرين. من فضلك اسكو تنجمي تعطينا رقم الهاتف تاعك؟ كاش حاجة نتصلوا بك. 07 و 82 40 91. شكرا للأخت. حنا كاش حاجة غادي نتصلوا بك بإذن الله. حنا غادي نعيطوا للخافير تاعنا دروك باش ناخذوا الأقوال تاعك، ومام طون نديروا نشروا توزيع الأبحاث فايدة العائلات. أي جديد غادي نتواصلوا بك إن شاء الله، وما يكون غير الخير. خافير تفضل عندي من فضلك. تفضل. تفضل راقب الأول. شوف دي معك الأخت، اسمعها ودير بحث فائدة العائلات فيما يخص الاختفاء تاع الزوج نتاعها، ووجد لي أفراد دورية. فهم؟ تفضلي الأخت. قائد الفرقة وبعد سماع الامرأة أخطر قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لفرندا بحيثيات القضية. احتراماتي حضرات. ولا كل احترام. تفضل المساعد. حضرتها تقدمت عنا واحد الزوجة باش تبلغنا على الاختفاء تاع الزوج نتاعها. شوف المساعد، خبر وكيل الجمهورية. مفهوم. افتح تحقيق في القضية. مفهوم حضرتك. دير دورية في الأماكن اللي يتردد عليها الزوج تاعها. مفهوم حضرتك. وشوف ثاني المستشفيات وخبرني بأي جديد. مفهوم المساعد. مفهوم حضرتك. احتراماتنا حضرتك. ربي يعاونك. بتاريخ 2 ديسمبر من سنة 2020 تقدمت مواطنة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمرت مجموعة تيارت للتبليغ عن اختفاء زوجها المدعو عبد القادر.
انطلق أفراد الدرك الوطني في التحقيق. البداية كانت بالبحث عن فائدة العائلات المفقودين. السلام عليكم. سلام حضرتك. لا بأس الحمد لله. نسقسيك برك، تعرف عبد القادر الكورتي اللي خلط في الوطن؟ ايه نعرفه عبد القادر نعرفه. كاش ما شفتوا اليامات هذه يدور منا في الكارتي قادر شغل صحيح نعرفه. لاحظوا اليامات موش يبان. المهم كاش ما شفتوا والله عاود اتصل بنا في الفرقه. خلاص ما كاينش مشكل كاع ما كاينش مشكل. صح حضرتك بارك الله فيك صحيح. بعدها الوجهة إلى المستشفيات للاستعلام حول استقبالهم لشخص له نفس مواصفات المدعو عبد القادر. مباشرة بعدها توجه أفراد الدرك الوطني مدعما بفرقة الأمن والتدخل والثنائي السينوتقني تخصص تقفي آثار للتمشيط في إحدى الغابات المجاورة لمدينة تيارت. انتبه لي أنا، اليوم عندنا عملية تمشيط للمنطقة هذه، نحوسوا على كاش دليل باش يساعدنا في التحقيق نتاعنا. مفهوم؟ فتح التشكيل. العملية قادت الثنائي السينوتقني إلى مكان محدد في الغابة، فالكلاب المدربة لها القدرة على تقفي أثر أي شيء بفضل حاسة شمها القوية. مسعد كاين حاجة هنا. اجمع التشكيل. حميد من حميد واحد. ارسل حميد واحد. عميد في الاستماع. شوف انا كاين في المنطقة المعلومة. فورها قام قائد الفرقة بإخطار قائد الكتيبة. حافظ على حالة الأماكن، دير شريط الإحاطة. دركا نجي ندعمك بأفراد الشرطة العلمية. مفهوم. الرقيب الأول جيب لنا شريط الإحاطة. فورها تم إحاطة مسرح الجريمة. بعد تثبيت مسرح الجريمة وصل قائد الكتيبة رفقة خلية الشرطة التقنية والعلمية من أجل رفع البصمات والدلائل
التي تساعد المحققين في فك لغز الجريمة. احترام التحضيرات. ولكل احترام مساعد. هذا هو مسرح الجريمة، رانا درنا شريط إحاطة باش نحافظوا على مسرح الجريمة. كي وصلتوا هنا ما لقيتوش حاجة أخرى؟ لا ما سبنا والو. مساعد سلم مسرح الجريمة الأفراد الشرطة العلمية والتقنية، أي حاجة بعد يسيزيوها يعاودوا يردوها لك. المساعد تفضل يسلم لك مسرح الجريمة. تفضل المساعد عطينا المسار اللي خطيتو في نقطة الدخول والخروج لمسرح الجريمة باش نديرو الاختيارات تاعنا. تفضل معاه. مساعد هذا هو المسلك اللي خديناه، جثة راهي ليه. نسلم لك مسرح الجريمة، تفضل. حضرت رانا هزينا عينات بيولوجية مسرح الجريمة وبصمات الضحية من أجل مقارنتها والإرسال إلى المعهد الوطني أدلة الجنائية وعلم الأجرام. مساعد سلمها لقائد الفرقة. مساعد لحد 4 أحداث، 3 عينات بيولوجية، والعينة الرابعة بصمات الضحية رفعت من يد الضحية. شكرا مساعد. الحماية المدنية تفضلوا، ربي يعاونكم. حولت الجثة إلى مصلحة الجثث بمستشفى تيارت. بعد تمشيط أحد الأماكن وبالاستعانة بالثنائي السينوتقني تخصص تقفي الآثار، اكتشفنا جثة مدفونة بالكامل وسط الغابة. على إثرها تم إرسال الدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها. بعد ذلك استدعيت المرأة التي تقدمت بشكوى حول اختفاء زوجها. شوفي الأخت، حنا رانا استدعيناك اليوم فيما يخص قضية تاع الزوج نتاعك. حنا رانا ديكوفرينا الجثة وماذا بينا تروحي معنا إن شاء الله باش تعرفي عليها. حنا نقولوا من المحتمل تكون الزوج تاعك، بس كل المواصفات اللي عطيتيها لنا تنطبق عليه. ما تقلقي روحك والو اختي، تفضلي معنا. توجه قائد الفرقة مع المرأة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيارت للتحديد والتعرف على الجثة. السلام عليكم. شوف رانا جينا على جال الجثة اللي جبناها البارح باش المواطنة هذه تتعرف عليها. كاش مشكل، مرحبا بك، تفضل.
بعد تعرف المرأة على جثة زوجها حولت إلى مقر الفرقة للاستماع لأقوالها. عدم الله أجرك مدام، ما تقلقيش. مدام تأكدتي بلي هذا راجلك؟ راني متأكدة بلي هو. مدام على بالك مع من كان راجلك آخر مرة؟ كان معايا ومن بعد عيط له واحد صاحبه يسموه مولاي كلونديستان. في نصيرة هنا لاباس. الحمد لله. يا درا شكي تتفرج. راني نتفرج في المسلسل. صح زيدي فوليم شوية. صح. يا درا شكي داير لنا عشاء اليوم. راني دارت لك عشاء شباب. شكي دايرة. راني خليتها لك سوربريز. سوربريز وقال العشاء تاعي المهم. واه. باين عليك. شكون اللي عيط لك؟ هذا غير المولاي باين. واه المولاي. صافا صاحبي لاباس؟ بالعكس. هي راني جا عندك نيجي. انا ما نتعشاش معاك. وينك رايح؟ عندي شغالات. كثروا شغالاتك ذا الايامات. اي ما ضريناش غير بلا 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 بلا. نكمل المسلسل تاعي صاي. مولاي هذا موالف يخرج معاه. واه يدور معاه غير هو. وهو كيما بانش راجلك عيطتي لدارهم تقسيتي صحابو عليه. عيط لدارهم عيط لصحابو حوست عليه في كل بلاصه ما صبتوش. مادام المصالح تاعنا راهي فتحت التحقيق، اي حاجه جديده رانا نتصلوا بك. صحيت. وعلى إثرها عقد قائد الكتيبة الإقليمية لفرندا اجتماعا طارئا للتحقيق في الأمر ولتقسيم المهام. اليوم عندنا اجتماع عمل حول قضية اكتشاف جثة عبد القادر. المساعد لازم تتوصل لنا للفاعل أو الفاعلين الحقيقيين اللي قاموا بهذا الفعل. المساعد أنت دعم قائد الفرقة في حالة إذا احتاجك في التوقيفات أو أي شيء من هذا القبيل. بالنسبة للرقابة الأوائل أنتم عندكم التحقيقات وجلب المعلومة. الرقيب الأول تاع المهمة تاعك الاستعلامات والتسخيرات. مفهوم؟ ربي يعاونكم. بعد البحث والتحري وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد مكان مولاي. ما كان والو. واش درت وعلاش هكا وعلاش هكا وعلاش اجي اسمع لي هاي واش درت انا مصنوتين اجي اسمع لي هاي واش درت انا اسمع لي خليني نهدر اسكت ما درت والو انا خدام انا برك فتشه اشوف انا خاطي اشوف انا خدام على روحي انا اشوف علاش انا خدام اسمع لي خليني نهدر اسمع لي قولي علاش انا هبطت صح وعلاش هكا ياك انا خدام كلونديستا برك ياك انا كلونديستا وعلاش راك دير هكا وعلاش حول المركبه وعلاش اسمعني اشوف حول مولاي إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق. مولاي على بالك علاش وقفناك؟ ما على باليش حضارات، انني كنت خدام كالعاده، ايتوما جيتو حبسوني في وسط الطريق، مش عارف كاع علاش جفعيا الناس تروحي هنايا. تعرف عبد القادر؟ عبد القادر؟ ايه الله يرحمه مسكين، هذا كان يخدم من الوطن خبرك. هو دي فوا تكون ما عندوش طونوبيل ولا حاجه يجي يعيط لي نخدم له كورسه. مسكين يتهلا فينا على بالك كيفاش مات؟ انا ما على باليش كيفاه مات، انا راني سمعت كيف الجوارين قالوا لي بلي راهم لقاوه ميت تحت في الغابه، بصح كيفاه مات الله اعلم. وقتها اخر مره تلاقيت به؟ اخر مره تبان لي واحد 15 يوم فايت. 15 يوم؟ لا مرتو قالت لنا نهار الخميس انت اللي جيت ديتو من الدار، ومن هذاك النهار ما زادش بان. انا ما على باليش واش قالت لهم مرتو، انا في ذاك النهار كنت خارج تيارت، كنت ديجا دي كورسه لغيليزان، انا كنت خدام، انا ما على باليش وين راه، انا ديجا شحال عندي ما شفتوش. بعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية حولت السيارة إلى مقر الفرقة لإخضاعها للمعاينة من طرف خلية الشرطة التقنية.
المساعد رانا هزينا بصمتين من الساكوشه لقيناها داخل المركبه من اجل المقارنه. شكرا المساعد. تفضل رقيب. تفضل رقيب الأول. سيد راهي لحقت لنا نتائج الخبره من المعهد الوطني للادله الجنائيه والاجرام المتعلقه بالبصمات اللي لقيناها الساكوشه اللي كانت في السياره نتاع مولاي. البصمات راهي تنطبق مع الضحيه عبد القادر. نتائج الخبرة العلمية على الدلائل المرفوعة في مسرح الجريمة أكدت على تطابق البصمات المرفوعة من السيارة والتي تعود إلى الضحية عبد القادر. عاود تسمع الأقوال تاع المسمى مولاي للمرة الثانية وواجهوا بالنتائج تاع الخبرة. فهم. تفضل. مولاي في التصريح الاول نتاعك قلت لنا باللي عندك 15 يوم ما تلاقيش بعبد القادر. كيف فتشنا السياره تاعك لقينا فيها ساكوشه عليها بصمات. واه قلت لك انا ونزيدك البصمات اللي رفعناها ورسلناها للمعهد الوطني للادله الجنائيه وعلم الاجرام ببوشاوي راهي مطابقه مع البصمه تاع الضحيه عبد القادر. مولاي ما يفيدكش الانكار، قال الادله راهي ضدك. احكي. شوف يا شيخ، دوكا نحكي لك واش صرا. انا صح عيط لي عبد القادر نهار الخميس وقال لي اديني كورته. هي المهم طلعت روحت للغابه اسمها البلاطو. صرح المشتبه فيه مولاي بأنه أوصل الضحية عبد القادر إلى الغابة وغادر إلى وجهة ثانية. حطيته ورحت نخدم على روحي، بصح موراها واش صرا ما على باليش يا شاف. انا خاطي يا شاف، انا ما على باليش. كي وصلتوا للغابه كاش ما لقيت واحد تما يستنى فيه؟ كاش ما لقيت واحد تما قاعد في الغابه تما؟ والو شاف، انا حطيته ما شفت ما لقيت. ايوه رحت كملت نخدم على روحي. هذه هي الحقيقه شاف، هذه هي الحقيقه. بعد توقيف المدعو مولاي كلونديستا انكر باللي كان الضحيه عبد القادر معاه، لكن بعد مواجهته بالادله العلميه تراجع وصرح باللي وصلوا للغابه ورجع. مباشرة بعدها خرجت فرقة الدرك الوطني لتاخمرت رفقة فرقة الأمن والتدخل لتمشيط المكان المشكوك فيه وتمشيط مسرح الجريمة للبحث عن أدلة جديدة تساعد في التحقيق. خير ما تجيبهم شر. سلام ورحمة الله. عند وصول أفراد الدرك الوطني إلى الغابة لتمشيطها أوقف راعي الغنم موكب السيارات للاستفسار عن سبب مجيئهم للمنطقة. سم واش راك باس غير الخير شتكم لكم داخلين جدارمية بزاف. غير الخير. قول لي انت تسكن هنا وتصرح هنا، السمانه هذه مش كاش ناس دخلوا هنايا ولا سمعت كاش زقا ولا شفت ناس يدابزوا؟ السمانه هذه كنت انا وحد سارحين وسمعت الحس ورحت طليت. لا تعيط لي لا تعيط لي، وانا بالكم باللي كراج وتجيو نورمالمون تجيبوها للكراج ما تجيبونيش هنا. كيفاش جايبيني بلاصه مشبوهه؟ اسمع كاين باراجات راهم في الطريق وهذه راهي مخيونه ماناش شاريينها حنايا. يا على بالي بالخيانه بصح نورمالمون تجيو عندي للكراج بلايص مشبوهين كيما هذو ما تجيبونيش. يا والكراج هو اللي مشبوه، راني نقول لك الباراجات يا كيفاش من نفوتها. يا جماعه تفهم تو رانا في الريسك كيما جبتني هنا. هيا روح هيا هيا خلاص راني نقول لك باراجات. هيا روح هيا. الله ربي انا مجاب لي من الضاربين قلت للحاجه يا ندوز وين ونروح. رحنا ما من بعد ما على باليش واش صرا بيناتهم خليناهم هكاكي. قل لي وكي شفتهم يضربوا اش ما راك شافي على واحد فيهم؟
نورمالمون شفيت على واحد من ابي بري هكا كاين. وكون دوك معنا للفرقه ونعرضوا عليك الصور، تنجم تعرف كاش واحد فيهم؟ نقدر نروح معكم وممكن نعرف اللي شفتو، نقدر نعرف. تفضل معنا. تفضل. الحديث مع الراعي سمح بمعرفة بعض التفاصيل عن القضية. فورها اقتاد أفراد الدرك الراعي إلى مقر المجموعة لعرضه على مكتب نظام التعرف الآلي على الوجوه. المواصفات نتاع المشتبه فيه شافي عليها؟ راني شافي على واحد منهم اللي كان معاه. لو كان تعطيني بعض المواصفات نتاعو، كشافي عليه الملامح نتاع وجهه مليح؟ نقدر نعطي لك نشافي عليه، نقدر نعطي لك بعض المواصفات. اللون نتاع البشره نتاع وجهه؟ الوجه نتاعو اسمر. اسمر. الطول نتاعو شحال؟ عطيني. جاي طويل شويه، واحد 170 180 هكا كاينش. الشعر نتاعو كيف داير؟ شعره؟ شعرو جاي شويه كحل وقابض كيكينات ومحبب هكا ديريكت. زيد كاش ما عنده حاجه في وجهه؟ حاجه في وجهه ولا وقيلا عنده خانه هنا، جايتو هنا. شوف غادي نعرض عليك واحد الصور وحاول تعرف عليه. شاف عليش. راح نعرض عليك بعض الصور المشبوهين، حاول تعرف عليه. ماشي. هذا لا، هذا ثاني لا. زيد شوف هذا. هذا لا. هذا لا. هذا لا. هذا هو. هذا هو. متأكد؟ هذا هو. بعد استغلال منظومة التعرف الآلي للصور الفوتوغرافية ماك شوت، توصلنا إلى مشتبه فيه ثاني في القضية المدعو زهير. وضعت خطة محكمة لإلقاء القبض على المشتبه فيه، أين تنقلت فرقة الأمن والتدخل إلى مكان تواجد زهير. حميتني بداية المهمة. واصل. واش راني داير؟ فهمني يا شاف. اصلوتي شا درت ليا؟ فهمني شاف. يدك فتشو مليح. شكاين ما درت والو شاف. شكاين فهمني شاف. واش راني داير؟ فهمني يا شاف. يا شاف ماني داير والو، بصح ماني داير والو، راني في الدار راني ريح. حولوا المركبة. بصح شاني داير؟ بصح فهمني. بصح علاه؟ بصح فهم. بصح علاه؟ بصح علاه فهمني شاني داير؟ شاني درت في الصح؟ تم توقيف المدعو زهير واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق. تعرف عبد القادر؟ انا عارفه، صاحبنا، كنا ندورو مع بعض ولا ذكرتي واحد الله يرحمه. صح حنا عندنا معلومات باللي كنت في غابه نتاع بلاطو مع جماعه وكنتو مدابزين
علاه كنتو مدابزين يجاو شبيك في رقبتك؟ ايه حضرات صح. دوك نحكي لك. كانت عندي لوطو كنت باغي نوريها لعبد القادر. عيط له قلت له راني نستنى فيك في الغابه. جا هو وكلونديستا مولاي. كنت مستنيهم بعد كي سمعت الهضره عياط. انت ماكش ناوي تعطيني دراهمي؟ قلت لك العشيه نعطيك دراهمك. دروك نخدم باطل راك ديما تقول لي اليوم نعطيك غدوه نعطيك. اعطيني دراهمي اعطيني ما تقوليش ما تدخلش روحك قدام. دخلش روحك انت اعطيني دراهمي في الحين. ما تقوليش راك ديما انا نخدم باطل. رحت وخليتهم في الماكينه. ما انا ما على باليش واش صرا من بعد. شوف مع مولاي. مرة أخرى استجوب المدعو مولاي. تعرف واحد سموه زهير ود الكرطي مولت نص قهوه معاه بصح علاش سقسيتني عليه واش كاين؟ المهم زهير رانا وقفناه وحكالنا باللي انت هو اللي وصلت عبد القادر لغابه البلاطو وتضاربت معاه على خاطر ما خلصكش، وزهير هو اللي سلك بيناتكم وراح وخلاكم وبقيت معاه انت هو التالي. اذا انت هو اللي راك مشابه بالقتل نتاعو. لا شيف، اسمعني نحكي لك. انا صح حطيته فما في الغابه، صح مش انا اللي قتلته، مانيش انا اللي قتلته. ونزيدك حاجه، كي حطيته كانوا معاه زوج من الناس، الزهير وكان معاه واحد اسمه عماد. مش انا اللي بقيت معاه التالي، هما اللي بقاو معاه التالي. بصح مورايا الله اعلم شاسره، انا رحت نخدم على روحي. المدعو عماد هو آخر حلقة من عقد القضية. بعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية توجهت دورية الدرك الوطنية إلى منزل عماد. شكون؟ صباح الخير. صباح الخير. دار عماد هنا؟ شكاين ولدي؟ تفضلي برك. زيد تفضل. إذن والتفتيش صادر عن الوكيل. شكاين ولدي شتي دار؟ إطار تحقيق برك. تفضلي معنا. شتي دار ولدي؟ خبروني. شتي كاين ولدي؟ خلعتوني يا ولدي. عماد والله. حيا شتاهي؟ هاوي لا ولدي. هنا البيت نتاعو. هنا البيت تاع ولدي. هذه هي الشمرة تاع عماد. راكب الاول وقفوا. اودي شتي دار؟ غير الخير غير الخير. شتي دار؟ اول وصلتنا. ياه شادت. الرقيب الاول والرقيب فتشوا لي البيت هذا. الرقيب والرقيب فتشوا لي البيت الزوجه. تفضلوا. مساعد اتنقل. ما تشدرت لنا. عماد السيدي ما شتاهي اللي بهدلتنا. ياه كشفه كبيره بهدلتنا. شن نقول لك؟ شو خليت باش نقول لك؟ بهدلتنا. عند التفتيش عثر على حذاء رياضية به بقعة حمراء يشتبه على أنها دم. كاينه بوسكات فيها بقعة حمراء من احتمال تكون دم. شو هذا؟ هذه بالك كنت في لونطرينمون سالي الدم مني في كنت في لونطرينمون. الرقيب الاول احجزها.
راقب الاول مينوطيه وحولها للفرق. بصح عليه ما درت والو انا، ما درت حتى حاجه، انا كاكم غالطين. ولا ما درت حاجه ما. حوجي في ولدي، حوجي في عباد، وراكم متداينوا، حوجي في ولدي. تم تحويله والاستماع إلى أقواله. عماد، نهار الخميس وين كنت؟ نهار الخميس كنا نطريني في الصالة مع صحابي كيما موالف. تعرف عبد القادر؟ عبد القادر نعرف بزاف، شكون فيهم؟ عبد القادر اللي صابه مقتول في الغابة. ايه مسكين، الله يرحمه مسكين. نتعامل معاه، مع اللي حنا بزنسو في الوطن نبيعو ونشرو، بصح عندي في شحال ما تعاملتش معاه، صافيني في شحال ما شفتوش. صحة ومولاي تعرفوا؟ مولاي؟ شكون مولاي؟ مولاي كلونديستان. مولاي كلونديستان؟ ايه نسمع بلي كلونديستان، في الحق انا ما نتعاملش معاهم، انا هو كان يعرف عبد القا وهكا تعرفنا صافي ما. مولاي راه يقول باللي كنت انت وزهير في الغابة نهار الخميس، وهو اللي وصل المرحوم للبلاصة هذيك. لا انا كنت نونطريني، انا تجي عندي 3 فوا بار سيمين، هذه ساكري لازم نروح نونطريني، عندي الدار الخدمه ولونطرينمون، انا خاطيني جا مش صحابي، انا ما رحت الغابه لا والو، لا كاش من هذه كاع. واش تفسر لي النقطه تاع الدم اللي لقيناها في لاديداس نتاعك في الدار؟ ايه هذيك عارف كي كنا في لونطرينمون مع لي لابوكس هذيك ضربوني، عرفت بالك شويه تاع الدم طاح في هذا مكان. غدارين. تفضل رقيب. تفضل رقيب الاول. مساعد، وصلت نتائج الخبرة تاع المعهد الوطني للأدلة الجنائية والعلم الإجرام على العينات اللي هزيناها من الباسكات نتاع عماد، راهي تنطبق تماما على العينات تاع الضحية عبد القادر. شكرا. نتائج الخبرة العلمية على الدلائل المرفوعة بمسرح الجريمة أكدت على تطابق دم الضحية عبد القادر وبقعة الدم المرفوعة من حذاء عماد. شوف جيب لي عماد للمكتب باش نعاودو نسمعوه المرة الثانية. فهم مساء. تفضل. للمرة الثانية استجوب المشتبه فيه عماد من طرف قائد الكتيبة. عماد، في السماع الأول صرحت باللي ما عندكش علاقة مع مولاي وزهير، وصرحت لنا ثاني باللي نهار الخميس كنت في الصالة. لا كنت في الصالة، كنت نونطريني، ما كذبتش عليكم. نتائج الخبرة للدم اللي هزيناه من الباسكات تاعك جاتنا من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، جات متطابقة تماما مع الدم نتاع الضحية عبد القادر، يعني كنت معاه ولا واش تفسر لنا عماد؟ عماد احكي واش صرا؟ صايحة دارت، دوك نحترف، دوك نقول لكم كل شيء. هو في الحق نعرفهم، احنا جروب 4، كاين انا وكاين زهير وكاين مولاي وعبد القادر اللي مات. احنا يا نخونوا الوطا وندوهم واحد البارك، نبدلوا لهم النيميرو تشاسي ونترافيكو الكارت كريز، وعبد القادر اللي مات هو البوس تاعنا. زهير كملت ولا مازال؟ فاش راك حاصل؟ ساعة الواحد تشوف لي هذه روح بلتني على بالك، اروح. عياتني والله لا عياتني، ما عرفت كاع. اروح شوف هذه طلعت بوليس اللي كملت معاه. دوك انا واش نشوف دابا راسك نحيك والله ما على بالي. شوف
وخاف نخايف يجيب ذاك على هنا وانا راسي نطلع خاف نخاف عنده عليه كارل على باي كارل هذا يجي يخدم خدمتنا. زهير اروح تروح هذه خدمه هذه ماشي قلت لك لي بيها مليح ريت بان كاع ريت بان هذه خدمه هذه يا ولي ميتها السي محمد ماشينا ولا صاين خايك ما تكثرش معايا الهضره شوف عاود لي بيها مليح فاصيها لي ما تبانش وبعد نجيبوا الماشينه هي تخدم خدمتها وهنوني هذه نضرب معاها سمانه ولا ليميت انا كامله مسخير. وين؟ ان شاء الله قلت لكم جاي معنا الدراهم. والله الشاشه باش راكم دايرين فيها. غادي تمشي غادي 206 قريب ان شاء الله. والله الاخرين كملوا. ان شاء الله قريب. وانت جبت الدراهم؟ حوسوا غير الدراهم ولد عمي. انا مريسكي بحياتي الا جا لي كارت كريز تتحوس لي غير الدراهم. وكاع رانا مريسكين بحياتنا غير نتايا ولا؟ راكم هذه تاع الافير اللي فاتت. 50 هذا مكان واحد منمد كرع برا وكرع في الحبس ومخلي صوالحه ومخلي دارهم تجي تقيسي زوج دور وانا نطلبوا عليك. الواطه هذو رانا نخدموا الواطه. اي انا ما تعيوليش راسك شي وجدوها لي وعيطوها لي مولاي تبعني. واحد النهار كنت انا والزهير في باركينغ عيطتنا مرتو جات عندنا خاطش هي كانت تخدم معاه في الترافيك تاع الوطن من قبل ومن بعد صرا بيناتهم بروبليم مانيش عارف خدعها وقيله ولا تزوج عليها مانيش عارف. المهم صافي جات لينا مزيان واحد تهنا من ذوك الوطن بالعام يشدونا. يا ودي والله لا بزاف على بالك راني نعيا بزاف لوكا غير جا دراهم هو كيما خدمتهم ما تغيظكش والله العظيم راني نحسن واحد النحسه كرهنا والله ذاك البوصه معينه. هاي نصير ما تعبقى شي دير هنا نوض دخان بريدي الدخان. مساء الخير عليكم. مساء الخير مدام كي راكي لاباس غايه؟ صافا الحمد لله لاباس. الا كي تحوسي لعبد القادر غير شويه خرج موش مانيش مسحقه عبد القادر مسحقتكم نتوما. خير ان شاء الله. يا درا كاش مرة متهلي فيكم شوي خطره يعطينا خطره ما يعطيناش انا صابرين وصابر. عبد القادر بكري طرادقي. واه كاش ما تحتاجي؟ اني محتاجتكم في خدمه. نحوسكم تكملوا مع عبد القادر. شوف راه عندي مشكل مع عبد القادر على بالكم بلي كنت نخدم معاه وريسكيت معاه كراه برا وكراه في الحبس هو كي دار دراهم دار عليا انا يخدعني انا يخدعني. نحوسكم تكملوا معاه هاد لا سيمين نحوسكم تقتلوه ولا دراهم ما تخافوش هاكم العربون. بصح مدام اذا هو مات احنا اللي ندورو معاه احنا اللي رايحين نروحوا فيها. انا مرتو كي سقسوني نقول لهم مولاي كلونديستا يسموكم هذه السيمانه تكملوا معاه وما يخصكم والو. احنا تلمو طمعتنا بالدرهم قلنا لها واه. من بعد فهمت انا والزهير وعيطنا لعبد القادر قلنا له رواح رانا جايبين اللوطو ورحنا للغابه هو جا على نيتو ماك تنسى. اسمع لاصوم اللي عطاتها لنا مرتو نزيدوا عليها شويه نيغوسيو معاه ندوها ونهنوا ريسانا ماش خاصنا المشاكل. مازال تعاود لي في الهضره العوجه تاعك تما طريق كامل ونهضر معاك نهضر في الفيد. اسمع اوكازيون كيما هذه لا رطيتها ما تجيش تكحل عليها. مشاكل يتحلبون عبك بين هودو ياو كي يحضروا هذو ما على بالي حتى بحاجه فهمت. صاي ما نعرفش الهضره معاك. استغفر الله ديجا رحت سكن روحك وما بغيتش نعاود في الهضره. صاي اي صاي استغفر روحك.
لا جرجروا فيا حتى لهنا نورمالمون على بالكم عندي كراج جيبوه لي الكراج جيبوني بلاصه مسبوعه كيما هذيك. طريق كاين باراجات واصلا مخيونه وزيد الكراج مشبوه. جبناها هنايا ما كان حتى واحد وديجا مسروقه. هي ديجا فركت عليا الصوبي. انا من الصباح راني باغي نقول لكم فركتوا غير نتوما تبغوا تكبتوا وري لي الشفيه. شوف على بالي جيبوا الشراج تعرف اللي عيب يجيب لك غير السلعه. طرتوني اطلق. صح قتلوه يا عبد القادر قتلوه هنا وش دالكم يا قتلوه وش دالكم اسمع وش دالكم اسمع وش دالكم تحضر بالله تحضر تلحقوا كي نديروا نساش شفتني فهمت نساش شفتني كيفاش ندير انا شوف يرصح لا تحضر بالحق سمعت اسمع انا جبته اسكت اسمع انت كان تروح تفن معانا امشي خلاص امشي قادر. ايوه بعد ثم مولاي شغل خاف ومن بعد كبابنا قلنا هددناه قلنا لو كان تحضر وتحل فمك نكملوه معاك حتى ثاني. ايام ما صاب ما يدير من بعد تفهمنا قاع في رحبة مولاي ثاني معانا. ايا تفناه يا ربي انا خاطئ يا ربي انا خاطئ هما اللي قتلوه. فروا بالله فمك يا ربي هما اللي قتلوه. فروا بالله انا خدام على روحي قلت لك فروا بالله انا خدام على روحي وجابني هنا. لازم تعيد تهدروا. علاش ما بغاش يبلع ما بغاش يسكر عليا. انا خدام على روحي وجابني هنا. صايب يكفي صايب بزاف عبد القادر. يا حقلو يا كان انا غير خدام مش وصلت روحي لهذا الشيء. يا عبد القادر يا حقلو صح يا حقلو بالله مسخي حل فمك. شد اردم هيا عماد، في هذه الحالة رايحين نحروا ضدكم محضر من أجل تكوين جماعة أشرار القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ونقدمكم للعدل. خيوط القضية امتدت إلى مشتبه فيه ثالث المدعو عماد، وبعد توقيفه ومواجهته بالدليل العلمي اعترف بتورطه في قتل عبد القادر بمشاركة كل من المدعو زهير ومولاي بطلب من زوجة الضحية. لحظات بعدها تم توقيف زوجة الضحية عبد القادر كونها المشتبه الرئيسي في موته، وتحويلها إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات.
وتم تقديم جميع الأطراف إلى العدالة. تم الحكم على عماد ب30 سنة. تم الحكم على زبير ب30 سنة. تم الحكم على مولاي ب30 سنة. وتم الحكم على منال ب20 سنة. الضحية عبد القادر والمشتبه فيهم مولاي، كلونديستا، زهير وعماد، بالإضافة إلى زوجة عبد القادر التي تعد المدبر الرئيسي لهذه الجريمة. هذه المجموعة تشكل عصابة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها. قضية غامضة عالجتها مصالح الدرك الوطني لتيارت، أين وضعت حدا لعصابة إجرامية مختصة في سرقة وتزوير وثائق السيارات، متكونة من زوجة الضحية والمشتبه فيهم الثلاث. في الأخير يبقى الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني، وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn.dz في خدمة المواطن. قضية اليوم تعتبر درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الولوج لعالم الإجرام. فمن كان ليصدق أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب ويجد رئيس عصابة نفسه تحت التراب وبطلب من زوجته التي لعبت دور الضحية. المجرمون لا أهدى ولا مبادئ لهم، وطريق الإجرام قصير مهما تعدت المكاسب، ونهاية المجرمين دائما ما تكون بين أيدي السلطات التي تفك كل خيوط الإجرام مهما تعقدت. أخلص تشكرات لمصالح الدرك الوطني لولاية تيارت. نهاية إعداد اليوم، تقبلوا مني تحياتي وتحيات طاقم العامل معي. أمسية سعيدة.